دينا فندا شري جهاني آسيامين ده هدفا بنجهين آري بر آبو تدجير كرن أو تأكلين وي بجلارة قد كرنا أف حجدا ما هند در حقي روشاري بر آبو تات آگاهی نای گرتن أو تواهی هولدان پاریزران هفدیتنی تنی آستن كرنا أم وكا مجلس جن مالبات شهيدان باجار قامشلو أف تجريدا دومدار سر بر آبو شرمزار دكن أو بدنگي كربون أو كربوني هيا تواهي هز أو كسين برپرس وكا سوجكي اخلاقي او دجمروفي تبينن ام دكفن مها جوت مهدا كو كومبليان افنتوي يال سر بر ابو بيكات ام دبينن كو بيشخصنا تجريد دي نافرا تجريد ده كومبليان افنتوي بردوام دكا حتى ما في هيفن كو تواهي قرتيجي فدای دگرج ریبر آپوره نای ناسکرین او کریارین کول سرد گرتیان ده نای پیکانی لسر ریبر آپوته پیش خستن اما که مجلس جن مالبات شهیدان باجار قامشلو افروشا تجرید او بدنگی قبول ناکن او ام سوز ددن کو جیبونا آزادیا فیزیکی یا ریبرتیا هیا دلوپا خوینه داوی شر بکن او تیکوشینا خواه بلند بکن هر وها روجا ایرو تواهی باجار ایران او روجلات کردستان بی پیشگتیا جن آجوان سرهلدان کی پیش دکوه هیا ارمان جا بنگهین آوه سرهلدان قتل کرنا جنا برخودیر جنا امینی یا لی بلی ام دزانر ارمان جاوار ریشان ده شخص جنا امینی ده قتل کرنا هیوین آزادی او رومتیه وکه مجلس جنا مالبات شهیدان باجار قامشلو برخودان او سرهلدان اگل او جن لروجلات کردستان او ایران سلاف دکن او ایریشا هزین دولت ایران شرمزار دکن بتایبتی جبر قتل هری داوی یاله پوچلیسtia پیک هات او کشتنا چلو دکسین بهتری خواجین او زاروکن خمگینیا خواتین زمان امی بره روکن سارا جیان او جنات کشر آخوا بلندکن بجری برابو. بين أن الهدف الأول هو زيادة التجريد على القائد آبو بهدف منع تواصله ووصول أفكاره إلى خارج السجن، ومنذ أكثر من 18 شهرا لا نمتلك أي معلومات عن القائد ووضعه الصحي رغم المحاولات المتكررة من المحامين والعائلة لقائه به، وما يقوم به العدو بحق القائد من تجريد وفرض قوانين لا تمد بأي صلة لمعابر الأخلاق وقوانين السجون، ويتحمل مسؤوليته هذه الإجراءات العدو الفاشي. ونحن كمجلس المرأة لعوائل الشهداء في قامشلو ندين ونستنكر بأشد العبارات التجريد المفروض على القائد وسط صمت دولي وآذان غير صاغية. نعيش هذه الأيام شهر تشرين الأول الذي حدث فيه المؤامرات الدولية بحق القائد، وهي مستمرة حتى هذه اللحظة، وسياسات التجريد ضمن التجريد، وكل شيء ممنوع عليه حتى الحقوق المسموحة به للمساجين والقرارات التي تطبق على القائد لا يطبق على أحد غيرها من المساجين، والهدف كسر إرادته ومن خلاله كسر إرادة الشعوب. وتشهد جغرافية شرق كردستان انتفاضات عارمة على أثر مقتل مهسا أميني التي حاول النظام الإمرالي كسر إرادة المرأة من خلال قتلها كمرأة في عوائل الشهداء. نرى نضال المرأة في شرق كردستان محل احترام وتقدير لكل أحرار العالم، وندين ممارسات الدولة الإيرانية بحق شعوبها وما حصل في مدينة بولجستان وقتل أكثر من 42 شخصا أغلبهم من الأطفال والنساء يبرهن على إرهاب الدولة المنظمة الذي يمارس نظام إيران بحق شعوبها. بروح سارة وروكان وجميع الشهداء سنرفع من وتيرة النضال حتى تحرير القائد وحرية المجتمع. جنجيان آزاتي جنجيان آزاتي جنجيان آزاتي بسروك جيان